حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلام. النهارده هنعمل مع بعض شويه سندوتشات، انما ايه بجد خطيره. هنعمل مع بعض العيش، وكمان هنعمل الحشوه الجامده دي، وعايزاكم تشوفوا الالوان والاشكال بجد تحفه. خليكم معايا لاخر الفيديو وانتوا مش هتندموا. معايا هنا كيلو من الدقيق، هننزل عليه بباكو من الخميرة الفورية وزنه 11 جرام. وطبعا لو الخميرة مش متأكدين من مفعولها اعملوا لها الاختبار الأول. بعد كده هننزل بذرة من الملح، وبعد كده هننزل معلقتين كبار من السكر، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد كده هيكون معايا كوبايتين من الحليب الدافي، هننزل الأول بأول كوباية وابدأ أعجن. بعد كده هنزل بتاني كوباية، وبرضو هرجع أعجن تاني. وهنا بقى هحس لا الدقيق لسه محتاج سوائل كمان، فهنزل بنص كوباية لبن كمان. يعني كيلو دقيق اخد معايا كوبايتين ونص من اللبن الدافي. طبعا كل دقيق على حسب احتياجه للسوائل. بعد كده هبدأ اعجن بايدي علشان اعرف اخدم العجينة كويس. بعد ما عجننا ولمينا العجينة بالشكل ده، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الزبدة السايحة، وابدأ اعجن تاني لغاية ما العجينة تشرب الزبدة كلها. بعد كده هنزل بالعجينة على الرخامة علشان نخدم العجينة كويس ونعجنها كويس. والمهم نعجن فيها لغاية ما نوصل للعجينة الناعمة اللي تبقى ملزقة في ايدينا، بس ايدينا بتطلع منها نظيفة وتتشد كده، تبقى يعني مطاطة كده في ايدينا. هنجيب الطبق بقى وندي رشة دقيق ونسيب العجينة بقى علشان تخمر في مكان دافي. ولغاية ما العجينة ما تخمر، يلا بقى نحضر الحشوة بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هنعمل الفراخ الستريبس. معايا هنا نص كيلو من صدور الفراخ، قطعناه شرايح بالطول. بعد كده هننزل عليها بالبهارات: ملح، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من البابريكا، والبهارات اللي كنا محضرينها قبل كده مع بعض. واللي عاوز مكونات البهارات دي يكتب لي في الكومنتات، وانا هنزل لكم لينك الفيديو اللي عملنا فيه البهارات دي مع بعض قبل كده. بعد كده نبدأ نقلب كويس، ولازم نتأكد من ان كل قطعة في الفراخ اتبلت كويس من البهارات الجامدة دي. ولو حابين الفراخ تكون سبايسي كمان، هتنزلوا عليها بمعلقتين كبار من الهوت صوص علشان تبقى سبايسي معانا. بعد كده هسيب الفراخ بعد ما تبلناها في التلاجة لغاية ما العجينة ما تخمر معانا. وهنا بعد ما عدى نص ساعة على العجينة، شايفين ازاي خمرت وحجمها تضاعف؟ يبقى كده الخميرة كانت ناجحة معانا 100%. يلا بقى نفضي الهواء ونغطيها علشان وش العجينة ما ينشفش معانا، ويلا بقى نبدأ في خبيز العيش بتاعنا. بناخد قطعة كده من العجينة ونبدأ نفردها على الرخامة بالشكل ده. طبعا هتاخدوا الحجم اللي انتوا حابينه، وبنفردها لغاية ما يبقى سمك العجينة بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. وبعد كده بنقفلها نص دايرة، وبعد كده هبدأ أدهن وش العجينة أو وش الرغيف باللبن. وممكن هنا تحطوا سمسم أو حبة البركة، أو تعملوا زي كده تحطوها في بقسماط مطحون. بعد كده نبدأ نرص العيش بتاعنا في صينية مدهونة بالزيت، وبعد كده بنسيبها علشان يخمر كمان. وأول ما يخمر نكون طبعا مسخنين الفرن على درجة حرارة عالية، ونبدأ ندخل العيش بتاعنا في الفرن. ويلا بقى نحضر الغلاف اللي هنغلف بيه الفراخ. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، هننزل عليه بمعلقة كبيرة من البهارات ومعلقتين كبار من النشا، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد كده هنا الفراخ بعد ما طلعناها من التلاجة هننزل عليها ببيضة، ونبدأ نقلب الفراخ مع البيضة بالشكل ده. ويلا بينا نغلف الفراخ بالكفر اللي حضرناه مع بعض.
هننزل بقطع الفراخ بالشكل ده في الكفر اللي عملناه او في الدقيق. ويلا بقى نبدأ نغلف الفراخ كويس. ببدأ اقلب من تحت لفوق كده باطراف ايديا، وانا وبقلب بضغط على قطعة الفراخ، وكل ما اضغط عليها ابدأ امسكها وانفضها علشان تديني شكل التضليعة اللي بيبقى من بره الشكل الكرانشي يعني. وطبعا بيكون معانا زيت سخن وغزير، بننزل على طول بالفراخ في الزيت. وبعد ما تتحمر وتاخد اللون الحلو ده بننزل بيها على شبكة او في مصفى علشان تصفي اي زيت زيادة. وبصوا بقى شكل الكرانشي والستريبس الجامد ده، بجد خطيرة. وده شكل الفراخ بعد ما حمرناه، شايفين ازاي منظرها بجد تحفة. شايفين الشكل من بره خطير، وشايفين ازاي مستوية من جوه بجد تحفة. بجد اعملوا الستريبس بالطريقة دي بجد هتعجبكم. وده شكل العيش بعد ما طلعناه. طبعا هو اخد سوا، طبعا كنا مشغلين الفرن من تحت، ولو كان من فوق ما خدش لون بنفتح عليه الشواية. وبصوا ازاي بتفتح بكل سهولة، بجد خطير. وكانت العجينة قطنية وهشة بجد تحفة. يلا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. معانا هنا خيار مخلل، خس كابوتشي، طماطم، طبعا لزوم السندوتشات. ويلا بقى نبدأ نحشي في السندوتشات بتاعتنا. هنحط خس، طماطم، خيار، وقطعة ستريبس، والصوصات اللي انتوا تحبوها. انا هنا هحط مايونيز. بصوا افكار، انتوا الافكار دي بتاعتكم ورأيكم وذوقكم، وشوفوا انتوا اللي بتحبوه واللي اولادكم بيحبوه انتوا طبعا هتحشوه. ده سندوتش تاني، ضفنا هنا قطعة لانشون مع الستريبس، وحطينا مايونيز مع كاتشب. يعني دي فكرة تاني برضو. وبكده تبقى معانا السندوتشات جاهزة. شايفين المنظر وشايفين الالوان بجد خطيرة. بجد انا اوعدكم لو جربتوها انها تعجبكم. وبصوا بقى شكل السندوتش من جوه، طعم حكاية بجد تحفة. شايفين ازاي خطير، ويا جمال الالوان بجد تحفة حبايبي. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو هتشوفوني على اليوتيوب، وفولو لصفحة الفيسبوك. وياريت ما تحرمونيش من كومنتاتكم الجميلة. وده يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويلا بقى باي باي.